بيبدأ فيلمنا النهاردة برجل عصابة خطير اسمه بارك، وبيكون فاكر نفسه كده جوه فيلم فاست اند فيوريوس، وبيبقى طاير على الطريق هو والخصم بتاعه، وبيتراهنوا مين فيهم اللي هيوصل الأول لمكان العصابة. وبيفضل يجري بالعربية لحد ما بيوصل أخيرا، وبياخد الشنطة اللي فيها البضاعة وبيمشي. بس الخصم مش بيسيبه في حاله، وبيروح وراه وبينزل فيه ضرب عشان خد الصفقة قبله. وطبعا بارك مش بيسكت على الكلام ده، وبيقوم يدغدغ عظمه هو كمان، وبيقول لرجالته ابقوا خدوه للدكتور. بس هو مش بيستسلم بسهولة كده، وبيطلع يجري وراه عشان يخبطه بالسكينة. وعلى آخر لحظة بارك بيمسكها بإيده جامد وبيوقعه على الأرض، وبيطلع بعد كده على المستشفى عشان يخيط إيده اللي اتقطعت دي قبل ما يجيله تسمم. وأثناء ما بيكون الدكتور لسه بيطهر الجرح، الزعيم بيتصل بيه وبيطلب حضورهم كلهم. فبيقعد يستعجل في الدكتور كده وبيقوله حط صمغ ولا أي حاجة خليني أقوم أمشي. فبتيجي الدكتورة المسؤولة عن الحالة وبتقوله إن ما ينفعش وإنه لازم يستنى شوية لحد ما البنج يشتغل عشان مش هيقدر يستحمل وجع الخياطة. فبيقول لها لا أنا هستحمل عادي من غير بنج، انت ما تعرفينيش ولا إيه؟ فبتبدأ في الخياطة على طول من غير بنج زي ما طلب. وطبعا ما بيقدرش يفتح بقه، وبيفضل كاتم الصراخ بالعافية لحد ما بتخلص. وبيطلع بسرعة على مكان تواجد الزعيم اللي بيمسكهم يهزقهم هما الاتنين عشان بيتخانقوا بدل ما يشتغلوا مع بعض. وبيقرر إنه هيدي إشراف الحاجات المهمة كلها لبارك، وبيكون تاي واقف وعينه بتطق شرار وعايز يدفنهم مكانهم. ولما بيرجع بارك على البيت بيروح عشان ينام ويرتاح بقى، بس الأحلام الغريبة بتفضل تطارده، ودماغه بتكون عمالة تعيد في الحادثة من الأول تاني، وده غير المعابد والأبراج والحاجات الغريبة اللي عمال يشوفها. وبعد شوية بيصحى على صوت التلفزيون، وبيتفاجئ لما الراجل بتاعه بيقوله إنه مختفي بقاله 3 أيام ومش بيرد على التليفون. وطبعا ده غلط كبير جدا، لأن تاي عمال يحوم حواليهم ومش ناوي يسكت. فبيقوم يبص كده في المراية وبيلاقي وشه شبه الكومودينو، بس ده طبعا مش موضوعنا. المهم انه بيشد البدلة وبيتوكل على الله عشان يشوف وراه ايه. وبعد ما بيمشي في الشارع شوية بيلاحظ ان في عربية مليانة رجالة ماشية وراه، فبيجري منهم بسرعة عشان يستخبى، وبيلاقي ورقة جورنال جاية ترازي فيه ومصممة تاخده بالحضن. وبتطلع الورقة دي اعلان لشمانية بتشوف الطالع، فبيقرر انه هيروح لها عشان يشوف ايه الحكاية. فبيلاقيها قاعدة تهبط كده وبتقوله انت ملبوس ولازم تقبل الروح اللي جواك زي كده، وبراحتك برضه لو مش عايز تقبل، بس في الآخر هتوافق على وجودها غصب عنك. فبيقوم يمشي ويسيبها مع نفسها، بس وهو نازل على السلم بيشوف واحدة عمالة تبصله باستغراب وبتقوله انت كويس يا ابني؟ المفروض انك ميت دلوقتي، انت ازاي ماشي على رجليك كده؟ بس هو مش بيحط في دماغه وبيقولها امال همشي على ايدي يعني. وبيطلع بعد كده على المهمة بتاعته عشان يقنع الصيادين انهم ينقلوا شغلهم من المينا اللي هم فيها عشان الزعيم عايزها. وفجأة بيلاقي نفسه شايف زلزال قوي، فبيجري يمسك الترابيزة بسرعة وبينقذ الراجل قبل ما التلفزيون يقع عليه بطته. وبعد اللبش ده كله بيكتشف ان مفيش اي حاجة وان كل دي تهيؤات. ولما بيطلع على سوق السمك بيبقى مشتت جدا وسامع صوت عمال ينادي عليه من بعيد. ولما بيمشي وراه بيلاقيها سمكة عمالة تكلمه وبتقوله انت مش في الامان يا مان. وفجأة بتظهر واحدة من العدم وبتكون عمالة تشخلل وبتيجي تسلمه الشخليلة دي في ايده، وساعتها بيقع على الارض وبيغمى عليه. فبياخدوه جري على المستشفى عشان يعملوا له اشاعة على المخ ويطمنوا عليه، بس بيطلع زي القرد وما عندوش اي مرض عضوي يخليه بالجنان اللي هو فيه ده. وبيخرج من المستشفى وهو حيران جدا، وبيخمن طبعا انه كده ملبوس رسمي ما فيهاش كلام. وفجأة بيلاقي بنت صغيرة قاعدة على الأرض وكان هيخبطها بالعربية بس ربنا ستر، فبينزل عشان يطمن عليها وهو مخضوض جدا، وبيفضل يتحايل عليها تروح معاه على المستشفى، بس هي مش بتوافق خالص وبتقوله أنا كويسة جدا، ده أنت حتى مخضوض أكتر مني. فبيديها الكارت بتاعه وبيقول لها كلميني لو حسيتي بأي حاجة وأنا هجيلك على طول. بعد شوية كده بيرجع تاني عند الشمانات وبيقول لهم أنا عايز أعمل جلسة طرد أرواح علشان يعني أبقى أخلص من الموضوع ده بقى. بس الشمانة بتقوله إنه مقدر ليه يبقى شمان ومفيش أي حلول تانية، وبعدين يعني أنت زعلان ليه؟ ده أنت عندك قوة روحية تخليك مسيطر على المدينة كلها. فبيقول لها يا ست أنا مش عايز لا قوة روحية ولا قوة مهلبية، أنا مبسوط في العصابة ومش عايز أسيبها. وبيقوم يسيبهم يمشي وهو متضايق جدا. وأثناء ما بيكون ماشي بالعربية بيلاقيها عطلت فجأة على السكة الحديد، وبيكون في قطر جاي هيعملوا كفتة لا محال، بس بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه نجا من الموت بأعجوبة، وبيقف قدام عربية حديد بتخرم عربيته من كل مكان، بس هو برضه مش بيجراله أي حاجة. وبيطلع من حادثتين الموت فيهم مؤكد من غير ولا خدش. فبيروح يقعد مع نفسه شوية كده وبيفضل يفكر في الموضوع لحد ما بيجيله انهيار عصبي وبيقوم يصوت.
وبيقول للهوا أنا هبقى شمان، إيه اللي فيها يعني؟ وبيلاقي دب بيرد عليه وبيقول له يا عم ما تبقى شمان ولا بياع بطاطا حتى، أنت هتاكل دماغنا ليه؟ هو حد سألك؟ وتاني يوم بيطلع على بيت الجماعة الشمانات، والبنت بتمسكه وبتحط له مكياج وبتلبسه فستان عشان حفلة تنصيبه بشكل رسمي، وبيدور على جرس الشمانات لحد ما بيلاقيه في سرة حمرا كده مدفونة في الجنينة. ولما بيرجع البيت بيلاقي البنت اللي كان هيخبطها جاية تركب معاه في الأسانسير، فبيقول لها ايه ده؟ انت جاية بنفسك تركبي معايا؟ مش معقول. فبتقول له ايوه امال انت فاكر ايه؟ ده احنا جيران كمان. ولما بيوصل لشقته بيتفاجئ انه ضيع مفاتيحه، فالبنت بتروح تفتح له الباب ببنسة الشعر ولا أجدعها هجام، ولما بيدخل جوه بترن عليه الجرس وبتطلع تجري. وفي الأيام اللي بعد كده بيروح التمرين العملي على الشمانية عشان يقرا بخت الستات، ولما الروح بتحضر عليه بيتجنن عليهم وبيفضح أسرارهم، ولما بيفوق بعد كده بيقعد يحايلهم على اللي عمله. ومع مرور الأيام بيتشهر أكتر وأكتر، والناس بتقف قدام البيت طوابير عشان ياخدوا رأيه. ومن كتر ما بيتشهر في وقت قليل التلفزيون بيعمل معاه لقاء وبيتذاع على المباشر، ولحسن حظه إنه بيبقى لابس كيس على وشه، لأن لو الزعيم شافه وعرف إنه هو هيقتله من غير تفكير، لأنه بيكره الشمانات وشايف يعني إنهم شوية نصابين، وطبعا ده على أساس يعني إنه شيخ جامع. المهم إن بارك بيغير القناة بسرعة وبيقوله خلينا نشوف أخبار العالم أحسن من العبط ده. ولما بيرجع البيت بيلاقي البنت اللي كان هيخبطها واقفة مستنياه وبتاخد عنه ملاحظات عشان تكتب عنه مقالة للمدرسة بتاعتها. ولما بيجي يجري وراها الكيس بيتقطع منه وحاجة الشغل كلها بتقع على الأرض، فالبنت بتقوله إيه ده؟ أنت كمان مرتب العصابة مش مكفيك وبتشتغل شغلانتين وبتجري الصياطه في العمارة كلها إنه شمان وهيديهم جلسات ببلاش. وفي يوم بيبقى شغال عادي جدا وبيلاقي الرجالة بيتصلوا بيه عشان يفكروه بالميعاد بتاع النهاردة، فبيسيب كل حاجة وبيطلع جري على هناك لأنه كان ناسي الحوار ده خالص. ولما بيوصل قدام المبنى بيكتشف إنه نسي يشيل المكياج من على وشه، فبيرجع للعربية تاني وبيغسله بسرعة، بس برضه بيبقى باين وشكله بيبقى كلاون على الآخر. المهم يعني إن الزعيم بيبقى متضايق جدا عشان في مدعي عام مش سايبه في حاله ومش عارف يتصرف معاه، فبارك بيقوله خلاص يا زعيم عندي أنا دي، واعتبر إن الموضوع خلص خلاص. وبيروح يعزم المدعي العام ده في مطعم هادي وبيقدم له رشوة مغلفة بغلاف هدايا، فبيقوله لا بقى ده أنا كده اتهنت جامد. فبيقوله لا يا عم ما تفهمنيش غلط، دول شوية كب كيك كده بالشوكوبون عشان تسقسق مع الشاي. فبيتعصب جدا وبيفضل يتنطط ويقوله انت فاكر الوصفة دي سهلة عشان تلعب بيها كده؟ انت ما تعرفش بتاخد وقت ومجهود قد ايه عشان يطلع لك الشوية اللي انت مستخطر بيهم دول؟ انت فعلا رجل عصابات حقير وانا مش هسيبك في حالك. وبعد ما بيمشي بيبقى في واحدة قاعدة كده على جنب وبتكون بتعيط على أحزانها كلها مرة واحدة، فبارك بيقول لها مالك هو انت ماتلك ميت ولا ايه؟ ولما بيرجع على البيت وبيروح عشان ياخد دش بيتقطع خلفه كده لما بيلاقي حد غير مرئي عمال يقرص فيه، فبيطلع من الحمام بسرعة وبيبقى حاسس ان في حد معاه في البيت لحد ما بيلاقي واحدة واقفة قدامه وبتقوله هو انت شايفني؟ فبيقولها لا مش شايفك وخروجي من بيتي دلوقتي، وبيطلع يجري بسرعة على الشمانية عشان يسألها على الحوار الجديد ده، فبتقوله إن ده جزء من قدراته وإنه مش هيعرف يهرب منه. فبيرجع يسألها طب الأشباح اللي أنا معرفهاش دي ظهرالي أنا بالذات ليه؟ فبتقوله يا عم أنا معرفش، روح اسألهم وهم هيجاوبوا. فبيروح فعلا يقعد مع الشبحية في كافيه وبيعزمها على مشروب كده عشان تروق أعصابها وتعرف تتكلم بهدوء، وبتقعد تحكي له إنها كانت مرات المدعي العام وإنهم كانوا عايشين يعني قصة حب كبيرة جدا لحد ما عملت حادثة وغنت له أودعك آخر وداع. فبيقعد يسمعها للآخر وبعدين بيقول لها أنا مالي بقى بالقصة الحزينة دي، مش فاهم برضو جايالنا ليه؟ فبتقول له أصل عايزة أوصل له رسالة من خلالك، ولو نفذتلي الطلب الصغير ده مش هضايقك تاني أبدا، ويا إما كده يا إما هطلع لك حتى في أحلامك. فبيروح على الاسم تاني يوم عشان يقابله وبيقول له أنا جايلك من طرف كيم، فبيتضايق منه جدا وبيشده من قفاه على غرفة الاستجواب وبيقوله انت النهارده يا قاتل يا مقتول. فبيقعد يصوت هو كمان وبيقوله مراتك عندي في البيت ومش راضيه تمشي غير لما اجيلك، وهي دلوقتي واقفه وراك وبتلعب في ودانك اهي، وبتفضل تقوله اسرار شخصيه عنه عشان يصدقه ويصدق انها موجوده فعلا. واول ما بيصدق بوجودها بيلاقيها ظهرت له وبتطلب منه يعيش حياته ويمسح صورها كلها. وبعد ما القصه دي بتخلص خالص بيخرج بارك من هناك وهو جادد منهم هما الاتنين وبيقول لها مش عايز اشوف وشك تاني في اي مكان. ولما بيرجع على المكتب بتاعه بيجيله تليفون ان الزعيم تعبان جدا وفي المستشفى، فبيطلع يجري على بره بسرعه
وبيلاقي واحد بشنب كده شكله غريب واقف قدام الشركة، فبيروح يتسحب من لسانه كده وبيسأله انت مين؟ فالراجل بيستغرب جدا انه شايفه وبيقوله هو انت شايفني ازاي؟ وفي لحظة بيلاقي اشباح الشارع كلها اتلمت عليه وعايزين يوصلوا رسائل لأهلهم، فبيقوله لا انا مش شايفك ولا حاجة، ده انت بتتخيل، وبيسيبهم وبيجري على العربية عشان يهرب منهم، بس هم بيروحوا وراه وبيفضلوا يحشروا نفسهم في العربية لحد ما بيكتموا على نفسه. ولما بيعرفوا كمان انه رايح المستشفى بيتجننوا اكتر وكلهم بيبقوا عايزين يزوروا اهلهم. واثناء ما بيبقى بارك في المستشفى بيشوف البنت اللي كان هيخبطها معدية بالصدفة، فبيروح يمشي وراها لحد ما بتوصل لقسم العناية المركزة وبيشوفها نايمة قدامه على السرير، فبيروح يلعب معاها وبيبقى فاكرها بتضحك عليه لحد ما بيلاقيها داخلة من الباب، فبيقول لها ايه ده انتوا توأم ولا ايه؟ فبتقول له لا احنا واحد وانا اللي نايمه قدامك دي، وبيكون واقف مش مستوعب انها شبح لحد ما بتحكي له انها عملت حادثه عربيه من سنه وكل الناس بتقول انها ماتت ما عدا امها هي الوحيده اللي بتنكر ده، وبصراحه كده هي عايزه توصل لها رساله، فبيقول لها خلاص يلا بينا دلوقتي نروح نكلمها وقولي لها كل اللي انت عايزاه. فبتاخده تاني على الأوضة وبيتفاجئ إن أمها هي نفس الدكتورة اللي معجب بيها، فبيقول لها إنه بيشوف بنتها سومين مؤخرا وهي عايزة تقول لها حاجة، وهي عايزة تقول لها إن اللي حصل ده ما كانش غلطها وإنها لازم تنسى عشان تعرف تعيش. فبتقعد تعيط شوية كده وبعدين بتناوله بالقلم على وشه وبتقوله انت جاي تشتغلني؟ اطلع بره قبل ما اطلب لك الأمن. فبيتصدم من رد فعلها وبيقول لها بنتك موجودة هنا فعلا وهي اللي طلبت مني اني اجي اكلمك، هو انا كنت هعرف يعني التفاصيل دي كلها منين؟ بس هي ما بترضاش تسمعه خالص وبتطرده بره الأوضة، بس سو ما بترضاش تستسلم وبتقوله معلش يا صاحبي هو قلم وعدى وخلاص يعني حصل خير، اصل هي يعني مصدومة ومش ممكن تصدق بسهولة، بس احنا هنروح دلوقتي على البيت ندور على الهدية اللي كنت بعملها لها قبل ما اموت، واول ما هي هتشوفها هتصدق على طول. ولسوء حظه إن الدكتورة بترجع قبل ما يخرج من الشقة، فبيجري يستخبى بسرعة وبينط من الشباك قبل ما تشوفه، ولما بيوصل لحتة أمان كده بيكون الوشاح اتفك والبت بتقعد تعيط عليه وبتقوله انت السبب في اللي اتكتب. وفي يوم عيد ميلاد الزعيم العصابة كلها بتتجمع عشان يحتفلوا بيه وبيبقوا عاملين فيديو صغير كده عشان يهنوه بعيد ميلاده ويظهروا انتمائهم للجماعة. وتاي بيكون عمال يرمي بالكلام على بارك وبيقول انه بيتعب جدا في الشغل وكلام غريب كده، وفجأة الشاشة بتقلب على فيديو من جوه أوضة التحقيقات في اسم الشرطة لما المحقق هوانج كان بيسلم على مراته، بس طبعا بيكون باين للكل ان بارك هو اللي في الفيديو وبيكون حرفيا في قمة الإحراج وبيبقى فاكر انه انتهى خلاص كده، بس الزعيم بيفضل يسقف له وبيقول له انا فخور بيك جدا يا بارك، عرفت ازاي تسيطر على المحقق هوانج، انت لازم تاخد مكافأة كبيرة قوي على تضحيتك دي. وبيفضلوا كلهم يهتفوا باسمه لانه انقذ الجماعة وضحى بنفسه عشان خاطرهم. وطول ما الفيديو ده موجود المحقق هوانج مش هيقدر يتكلم معاهم نص كلمة. وتاني يوم بيروح بارك يمارس عمله المستخبي كشمان وبيلاقي واحد من رجال التاي جاي ياخد استشارة، بس ما بيلحقش يسمع منه لان الزعيم بيرن عليه وبيسيب المكان كله وبيقوم. وبالصدفة الراجل ده بيشوفه وهو خارج من الباب الخلفي فبيعرف انه بارك وبيصوره عشان يبقى معاه دليل. وبعد شوية بيبعت يجيب يونج لأقرب كافيه وبيسأله عن بارك، فبتقوله لا انا معرفوش هو ماله الراجل ده يعني، فبيقعد يألف عليها وبيقول لها ان تاي ده مخرج كبير جدا ومهتم انه يعمل برنامج تلفزيوني يستضيف فيه الشمانات الحلوين اللي زيك كده، فبتقوله طب حس كده بقى، فانا اللي دربت الراجل ده عشان يبقى شمان قد الدنيا وانا بقى اللي خليته نجم. بس تاي ما بيبقاش طايقها اصلا وبيقول لها انا لا هعمله نجم ولا قمر، احنا بنسألك تعرفيه كويس ولا لا عشان عايزين معلومات عنه مش عن انجازات سيادتك في وضع المكياج. وبيفضلوا الاتنين يتخانقوا وياكلوا في بعض لحد ما بيجيبوا لها تاكسي وبيمشوها. وبعدها بيخطط تاي انه لازم يخلي بارك يرقص في الحفله اللي هتتعمل دي، وبيبعت الرجاله عشان يبلغوا ان مفيش ولا شمان راضي يعمل فقره في الحفله وكلهم بيقولوا مش فاضيين. فبيتضايق جدا وبيقول لهم ده ليه بقى ان شاء الله هم عندهم اولمبيات الشمانات ولا ايه؟ عموما لو ما لقيناش حد يعمل الطقوس فانتوا اللي هتعملوها ورجلكم فوق رقبتكم. فبيقولوا له يا عليك ده احنا كنا بنهزر، هنقوم دلوقتي حالا نجيب شمان من تحت الارض. وبيطلعوا على المكان اللي هو شغال فيه واول ما بيشوفهم بيخبي وشه بسرعه وما بيبقاش عايز يتكلم مع حد عشان محدش يعرف صوته، بس هم جماعه خلقهم ضيق وبيقوموا يدغدغوا المكان على دماغه. فبتجري يونج عليهم وبتقول لهم احنا موافقين على اي حاجه وهنعمل اللي انتوا عايزينه، وبيفضلوا محاصرينهم في البيت
وواقفين قدامه عشان محدش يهرب لحد بكرة، وبارك مش بيكون عارف يفلت منهم خالص، وشكله كده بيكون اتورط في الموضوع وخلاص. وتاني يوم بيروح معاهم على مكان الاحتفال وهو مخبي وشه، ولما بيوصل هناك الزعيم بيرن عليه وبيقوله انت فين اتأخرت ليه كده؟ فبيقوم بسرعة يخلع الريش اللي هو لابسه وبيمسح المكياج ويطلع له بسرعة، وبيلاقي تاي عمال يخترع وعايز يشد القناع من على وش الشمان لما يخرج، فبيقول له طبعا دي فكرة تحفة برافو عليك. وفي اللحظة دي يونج بتتصل بيه وبتقوله الطقوس هتبدأ انت رحت فين؟ فبيقول لها النمرة غلط يا عماد وبيستأذن من الزعيم وبيجري بسرعة على الخيمة عشان يلبس زي الوزة تاني ويطلع يعمل الطقوس، وبيتفاجئ زيهم بالظبط ان تاي مدبر له كذا مكيدة وعايز يجرسه قدام الناس، فبيدخل الرجالة عشان يعلموه الأدب ويحذروه من تخريب رقصة القناع، فبيضطر يكشف نفسه قدامهم عشان يساعدوه قبل ما تاي يعلم عليه. وفعلا كل اللي حسبه بيحصل، وبيروح تاي يعمل نمرة قدام الزعيم وبيشيل القناع من على وش الشمان عشان يفضحه، بس بيتفاجئ انه تشان مش بارك. وبعد كام دقيقة بتبدأ الخيمة تتحرق بتدبير من تاي والنار بتمسك في بارك، فبيجري يرمي نفسه في المية بسرعة وبتبقى فضيحة بجلاجل والحفلة كلها بتعرف انه شمان. وبعد ما الليلة بتتفض الزعيم بيبعتله بيقوله انت خيبت املي وفقدت احترامك وانا مش عايزة اشوفك تاني ابدا، فبيجيله احباط كبير وبيفضل يحرق في كل الهدوم والمتعلقات بتاعت الشمان، وبيكون لو طايل يولع في يونج وامها هيعمل كده فعلا. وبيبقى على الناحية التانية الدكتور قاعدة جنب بنتها في المستشفى وبتقولها انت بتنامي كتير كده ليه؟ مش هتصحي بقى عشان نلعب مع بعض شوية وننبسط؟ الطريق طويل وصعب قوي وانت مش معايا. وبنرجع بقى البارك اللي بيقعد يشرب عشان ينسى، وبيلاقي سو جايه تقول له قوم معايا هنروح المستشفى نشوف امي، فبيقول لها لا مش هقوم وانا مش مضطر على فكره ان اكمل في الحوار ده واتضرب كل شويه، سيبيني في حالي يا بنتي انا مش ناقص. وبيرجع على البيت وهو محبط وحزين وحالته بالبلا، وفجاه بيلاقي الزعيم قدامه في البيت فبيتخض جدا وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ وفعلا بيكون اللي خايف منه حصل، والزعيم بيكون مات في الساونا وجاي له عشان يشيله يوديه اوضته، عشان يعني عيب يبقى زعيم قد الدنيا ويموت سلبوته كده. فبيروح بارك يشيله لحد سريره وبيلبسه بدله وكرافتة وحاجه اخر روقان، وبعد كده بيقعد على الكرسي وبيسرح له شعره عشان طبعا ما ينفعش يموت منكوش. وبعد ما بيخلص كل المطلوب منه بيطلع يعيط بره لانه كان بيحبه جدا، وبيفضل يفتكر احزانه كلها عشان يعيط اكتر لحد ما بيفتكر كلام سو امبارح واللي كانت بتعيط هي كمان وهو نفض لها. فبيطلع ياخد العربيه وبيمشي في طريق المستشفى بسرعه، بس بيلاقي تاي ورجالته مستنيينه في نص الطريق وبيرجعوه على القصر تاني عشان يقسموا الورث. فبيقول له اعمل معروف انا عندي مشوار مهم جدا لازم اقضيه دلوقتي وبعد كده نبقى نتكلم، بس هو مش بيوافق وبيقول له انت وقتك انتهى خلاص واللي جاي كله بتاعي. بس رجالته بيجوا في الوقت المناسب وبيشتبكوا الاتنين مع بعض، واللي بيطول واحد بيمسكوا يعجنوا وبارك هو اللي بيدعك في النص وبينزف من كل حتة في جسمه، ومع ذلك بيفضل يتحايل عليه عشان يسيبه يمشي دلوقتي قبل فوات الأوان لحد ما بيفقد الوعي. وفي المستشفى سو بتبقى بتودع العالم وقلبها وقف، والدكاترة بيعملوا محاولات إنعاش بائسة ممكن تنفع أو لا، وبيفضل بارك ورجالته واقعين على الأرض لحد ما الأشباح اللي ساعدها قبل كده بتيجي تدخل في أجسامهم وبتخليهم يقوموا يكملوا المعركة، وبيمسكوا عصابة تاي يكسروا عظمهم. وبعد ما المعركة بتخلص بيجري بارك على المستشفى بدمه وبيدخل أوضة سو بالعافية عشان يبلغ الدكتورة رسالة بنتها، بس زمايلها بيفضلوا يشدوه على بره وهو بيقاوم بكل الطرق لحد ما بتوافق تسمعه أخيراً، وبيثبت لها إنه بيشوف سو فعلاً وهي معاهم في الأوضة دلوقتي وعايزة تقول لها على حاجة مهمة جداً، وبيحكي لها إنه من ساعة ما شافها وهي لابسة أصفر فبيسميها الكتكوت الأصفر عشان يستفزها، وبيفضل يقول لها معلومات مهمة عنها وبيعيطوا هما التلاتة. وقبل ما سو تمشي بتغني لها أغنية الوداع وبتوصيها تعيش سعيدة لحد ما يتقابلوا مرة تانية. وبعد كام يوم بيتعالج بارك مبدئيا من جروحه وبيستغل فترة حجزه في المستشفى في إنه يكمل الشال اللي باظ منه قبل كده عشان يديه للدكتورة في عيد ميلادها، وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.